انت في رابعة كلية، قربت تتخرج. طيب ما تيجي اقول لك لما اتخرج اشتغل ايه. يلا بينا يلا بينا. لو كنت خريج لغة عربية فاختيارك الاول للشغل التدريس. التدريس ومدارس خاصة هتسحلك، هتستعبدك بقيمة اقل من اي زميل ليك في اي شركة. ولو بتقول هتدرس الحاجة اللي بتحبها فما تنساش انك هتعمل حاجات تانية. هتملى الحصة الزيادة لزمايلك، هتمسك الإداريات، هتصلح الكمبيوتر البايظ، هترش الجنينة لما الجيران يغيب، هتضرب الجرس، هتشرف على على الادوار وعلى الباص. هتعمل كل اللي ممكن تتخيله واللي ما تتخيلوش في المدرسة بفلوسي او بفلوسه للدقة. نسيت لك حاجة مهمة جدا. في بعض المدارس هتضطر تستحمل بعض المستويات من بعض الأهالي والطلبة. قفلتها في وش، أعمل إيه؟ مش هقولك صحافة وإعلام وإذاعة وتلفزيون والحاجات اللي بيقولوا لك وأنت بتقدم على الكلية، لأن ده بمبي في زمن كوبي. لكن عندنا اختيار تاني خالص، وهو تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بيها. وده سكتين: إما إنك تعلم المسلمين، وهنا هتعلمهم مش بس عربي، كمان علوم شرعية، قرآن بقى وغيره أي حاجة تتخيلها. والاختيار التاني تعليم الأجانب غير المسلمين، هنا أنت بتعلمهم عربي بس، ثقافة بقى ومجتمعات وأفكار وهوية، حاجات كده كتير برضه. طب وأنا محتاج إيه عشان أعمل الكلام ده؟ محتاج طبعا تاخد دورات في المجال دوت، يعني مجال تعليم العربي للأجانب. محتاج يبقى معاك إنجليزي، ممكن تبدأ كورسات المحادثات، وبعد كده تتطور، بالذات لو بقى عندك شوية فلوس كويسين تاخد لك كورس بريتش أو أمريكان، الأفضل ليك، وطبعا وفقا لمجال السوق اللي حضرتك مستهدفه. والمجال ده له سكتين: سكة أوفلاين وسكة أونلاين. الأوفلاين ليه علاقة بإنك تنزل على الأرض تشوف الأكاديميات، الأماكن الحكومية الخاصة. والأونلاين ليه علاقة بالفريلانسر، سواء من قاعدتك انت لو عندك قناة على اليوتيوب أو على الفيس أو غيرها، ومن الشركات اللي بتوفر المدرسين اللي هم حضرتك والطلاب الأجانب، وبتاخد نسبة من الساعة أو بتديك نسبة على الساعة أيا كان. بس تعليم العربي للأجانب لا، في رأيي إنه لازم يكون في مجال جديد اللي هو تعليم العربي للعربي أو للناطقين بيه من العرب. وده من خلال إن احنا نقدر نرجع ندرس كتب تراث، ندرس أراجيز اللي هي طبعا المنظومات الشعرية اللي في علوم اللغة والبلاغة، لأنه ده كمان هنفهم منه الدين وهنفهم منه التراث، وهيطور من عقولنا فنقدر نختار بنفسنا. عارف طبعا مشهور عن سيدنا النبي: استفتي قلبك وإن أفتوك. طيب تستفتي قلبك ازاي وقلبك ما فيهوش؟ طيب يبقى فيه منين؟ بإنك تقرأ. طب الناس ما عندهاش وقت تقرأ، نسجل لهم. طب ما عندهمش العقل القادر على فهم الكلام ده، مش تخصصهم، نبسطه لهم نشرحه لهم. حاجة كمان لسه كنت بتكلم على التسجيل عشان الناس اللي ما عندهاش وقت تقرا. التسجيل الصوتي أصبح مجال خاص جدا ومربح للغاية. مجال كمان خاص جدا وممتع للغاية، وهو الدبلجة. والدبلاج انتشر في الوقت الأخير بشكل مرعب وقائم على صوتك، وإنه يكون عندك لغة تانية تكون عارف اللغة اللي بتدبلجها كويس جدا. وكنا اتكلمنا عن اللغة في البداية لما اتكلمنا عن تعليم العربي للأجانب. لو كنت بتملك ملكة الصوت مع اللغة والأداء فده هيعلي منك جدا، هيعلي من أسهمك وسوقك في مجال اللغة العربية. وليك أسوة في عصام الشوالي، إلى جانب كل مواهبه وكل إمكانياته. الراجل عنده صوت مرعب، صوت مش طبيعي. ومع كل التقليد اللي الناس قلدته في مصر والوطن العربي بيأكد اللي بقوله لك دوت. أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا
ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.